كيف ترى الوضع في سوريا بعد سقوط نظام بشار؟ طبعا بصراحة أنا فرحان للشعب السوري، يعني إلى 50 سنة سرقوا ونهبوا الشعب، مقدرات الشعب كله، كل اللي صوته عالي حطوه في السجن وتعذيب، ودينا بنشوف كل اللي حصل كله. يعني كان المفروض وحكم مورث من رئيس لابنه وديكتاتوري. هل يمكن عودتك مرة أخرى لسوريا؟ ممكن لو انا لو هم عايزين حد يجي يساعد في بناء البلد في نمو الاقتصاد. انا ما بقتش في حياتي دلوقتي بدور على المكسب والخساره، يعني اللي عايز يصدق يصدق، ما يصدقش. انا بحاول اعمل حاجه بقى في اواخر ايامي تخلي يعني الذكريات تبقى كويسه، فمش هروح حته غير لو انا حاسس ان هعمل خير فيها او اعمل تغيير او مطلوب ان انا اروحها يعني. بس بالنسبة أنا بحب اروح هناك، انا بحب سوريا وبحب الشعب السوري من زمان رغم المخلوف والبشر. هل حضرتك خدت مستحقاتك من سوريا؟ لا لا طبعا الراجل سرقني يعني، بس هل يمكن تطالب بيها مرة أخرى؟ يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. يعني ما بحبش الشماتة، يعني واخده بالك ازاي؟ لا بس انا يعني كان عندي ذكرى أليمة هناك يعني. طب بالنسبة لترامب والعام القادم وقوة الدولار والسندات الأمريكية، توقعاتك؟ الاقتصاد الأمريكاني هيولع، واخده بالك ازاي؟ الراجل ده أصله راجل الحرب التجارية والايه؟ الحرب التجارية هو شويه يجب ان يتمهل فيها، لان هو برضه في حاجات مش بيبقى فاهمها، يعني بيتسرع في قرارات وكده. مش هتيجي هتعلي على الصين هيعلي عليك، يعني ما دي ما تمشيش كده. كل حاجه تيجي بالهدوء بالمفاوضات يعني احسن يعني. لكن هو هناك امريكا النهارده ولعت البورصه.